انا جيت هنا عند محمد حامد عشان اكل الحواوشي الاسكندراني، وبعد كده هنروح ناكله على البحر. انا نفسي كنت اقوم بالمغامره دي لان انا بعشق بحر اسكندريه، وقالوا لي احلى واحد بيعمل حواوشي اسكندراني محمد حامد. وصلت خلاص على البحر، هنقعد ناكل على الكورنيش. دي كانت متعتي في الحياه، ان انا اكل على الكورنيش. جايبين بقى حواوشي سكينه، ده قالوا لنا عليه الاحلى، ده المفروم تقريبا، وفي المفروم ده مخصوص، وده سجق باين، ده السجق. جربوا بقى يا جماعه بسم الله. طعمه عامل زي الشاورما السكينه، ده النوع السكينه. طعمه عامل زي الشاورما بتاعت ابو حيدر، معرفش ازاي، بس هو طعمه كده، بس طعمه يجنن. جرب بقى واقول لكم بقى. وده يا جماعه المفروم العادي بقى، مش السكينه. ده بقى طعم خالص. السكينه الدنيا احساس بالشاورما شويه، المفروم العادي طعم حواوشي. ودقت السجق حلو، بس انا ماليش في السجق قوي. ايه احلى؟ انا بالنسبه لي السكينه احلى من المفروم العادي. لو حد بقى اكل منه يقول لي بقى عجبه ايه اكتر. يا جماعه خلصت اكل تحفه بصراحه. مش عايزه اخش على الكافيهات، عايزه افضل قاعده كده على الكورنيش على البحر. بس في قدام بقى ناس بتبيع بطاطا وناس بتبيع ذره وترمس وكده، فشويه بس كده وهطلع بقى لقدام. هفضل قاعده على الكورنيش لحد اخر اليوم، لان انا بجد مبسوطه قوي ان انا في اسكندريه. ويمكن الحاجه الوحيده اللي هونت عليا اليومين اللي فاتوا دول وجودي هنا. بصراحه اليود ريح نفسيتي والجو والهواء. فبصراحه الف سلامه وتحيه لاهل اسكندريه الجمال بصراحه. بحسدكم على فكره، لا ما شاء الله، ربنا يديم عليكم الجو الحلو ده. رجعت القاهره خلاص، ما يعني اسفه على الشعر المنكوش، بس جينا عشان نزور ماما حبيبتي كلنا، والحمد لله. يعني حبيتش اروح البيت غير لما اجي اسلم عليها.